في شعور غريب كده بيجي فجأة من غير ميعاد وياخدك في لحظة في زمن تاني. تكون ماشي في حالك كده في الشارع، فجأة في ريحة برفان معينة كده هتفتح لك باب من أبواب زمان. أغنية كده معدية جنبك تخليك تسرح وتفتكر صوت كان مألوف. ابتسامة حد شبه شخص كنت بتحبه، والذكرى بقى تقوم راجعة تاني وتقولك يلا بينا، يلا بينا نرجع. حاجة كده اسمها الحنين، مش دايما بنفهمه، مش دايما نعرف نتعامل معاه، لكن الأكيد إنه بيزورنا كلنا وبيفكرنا إننا لسه محتفظين بحاجات جوانا. يمكن نفتكر إنها راحت، لكن للأسف تبقى لسه موجودة. بس نقدر نقول بطريقتها. النهاردة هنتكلم عن الحنين كجزء مننا، كجزء من قصتنا، كجسر بيربط ما بين إحنا كنا مين وإحنا بقينا مين. سالي كانت بنت بتحب الحياة ببساطتها، كانت بتحب التفاصيل الصغيرة، بتحب القعدة على الرصيف، بتحب الضحك مع صحابها، بتحب حاجات ملهاش تمن بس ليها معنى كبير جدا. وكانت كل يوم بعد الشغل بتعدي على مكان غصب عنها، بس المكان ده كده كانت تبص عليه تفتكر أحمد، حب عمرها اللي جه مرة واحدة ومن غير تخطيط ولا مواعيد مترتبة. كان عفوي كده وكان دافي، وكانوا عايشين وبيضحكوا ومبسوطين ورسمين كل حاجة مع بعض. بس زي ما الحب بيجي فجأة، هو كمان راح فجأة، والقصة انتهت وكل واحد فيهم راح في حتة ما يعرفش حاجة عن التاني تقريبا. كل مرة تبص على المكان ده تقعد كده تفكر وتقول فاكرة لما كنا قاعدين هنا بنضحك، فاكرة لما كنا قاعدين هنا وبنتكلم معاه بنقول كذا كذا كذا، فاكرة لما رحنا وخططنا وعملنا وسوينا. ساعتها هي بتحس كده كمان برضو في قلبها كده بوجع، وجع بسيط شوية في قلبها مش قاسي، زي كده واخزة في القلب بتقول لها هنا انتي حبيتي وكنتي إنسانة بتعرفي تحسي. بس شوفي برضو كنا فين وبقينا فين. الحنين عمره ما كان ضعف، هو لحظة صفا كده بينك وبين نفسك. ساعات بنفتكره ألم، بس هو في الحقيقة اعتراف إن في حاجة كانت جميلة وسابت أثر. لو الحنين زارك كده يعني ما تهربش منه، بالعكس اسمعه واسأل نفسك هو أنا مفتقد إيه بالظبط؟ أنا مفتقد الشخص ولا الإحساس ولا أنا زمان؟ وخد بالك اوعى تعيش في الماضي، لو عشت فيه هتضيع اللحظة أكيد حلوة جدا دلوقتي. واكتب كده ذكرياتك واعملها قصة، لعل وعسى لما تخرج براها تشوف حياتها. واعترف لنفسك انك تغيرت، انك انت بكل التجارب اللي عديت بيها دي بقيت انت دلوقتي، بقيت شخصيتك دلوقتي انضج كتير واحسن كتير من زمان. افتكر بده. الحنين مش معنى انك ضعيف ولا انك مش قادر تكمل من غير اللي بتحبهم، كمان ده بالعكس تماما. الحنين دليل انك عشت وحبيت وفرحت واتوجعت كمان. وكمان تخيل كل لحظة من دولت هما دلوقتي اللي عملوا شخصيتك اللي انت عليها دلوقتي. سبحان الله يا أخي. اسمح لنفسك انك تفتكر، بس ما تسمحش للذكرى انها تنساك من رجلك ابدا وترجعك لورا. اصل لو بصيت لورا او لو رجعت لورا مش هتلاقي ابدا اللي انت راجع له ده، عشان خلاص هو كمان بقى مجرد ذكرى، هو كمان اتغير زيك بالظبط. فخليك باصص في اللي قدام، وخليك مع اللي معاك دلوقتي واللي حاليا عايش فيه. مش يمكن اللي انت عايش فيه دلوقتي ده في لحظات احلى بكتير من اللي عدت؟ بس خد بالك لو انت بس قلبك فاضي ليها هتحس بده، لكن لو مش كده مش هتحس للأسف. بس
ليه نبص ورانا يعني، أو ليه نرجع للماضي؟ خلي الماضي في الماضي، ونخلينا دلوقتي في الحاضر، ونتعلم حاجات جديدة ونشوف حاجات جديدة، ونحب من أول وجديد، ونعيش من أول وجديد. وليه لأ؟ ليه لأ؟ أنت تستاهل فرصة تانية إنك ما تبقاش لوحدك. وده كان بودكاست قبل النوم. لو القصة حركت فيك حاجة، شاركها مع حد بتحبه، يمكن هو كمان محتاج يسمع إنه مش لوحده. استناني في حلقة جديدة بحكاية جديدة من اللي بنقفل بيهم يومنا وبنفتح بيهم أبواب للراحة. تصبح على خير، وسلام من كل القلب.